ادي لك اوفر، يعني لو في العادي انا ممكن ادي اوفر، بس انا مشكلتي انك انت واثق من نفسك زياده، فانا مش حاسس ان انا هعرف اساعدك. انت شايف طريقه حاسس انت شخصية عبقريين كده شوية، يعني بالطريقه شخصية انت عبقريين. بتفكر، انت شايف انك انت الصح وكل الناس غلط. ف... ف... فعشان كده انا اوت. الراجل ده كان طالع ترند الفترة الأخيرة ما بين مؤيدين ليه ولطريقته وما بين معارضين، وحقك تكون متفق معاه أو مختلف، ولكن في ثوابت وأصول في البيزنس لو ما عملتهاش أنت مستحيل تنجح. والراجل ده عمل أسوأ حاجة ممكن أي رجل أعمال في الدنيا كلها يعملها. الكلام اللي هقوله في الفيديو ده مهم جدا وهيفرق معاك بشكل كبير قوي، وهيغير مفاهيم كتير قوي وثوابت موجودة عندك بخصوص البيزنس والفلوس والنجاح والكلام ده كله. حضر فنجان قهوة وخلينا نبدأ، بس ما تنساش احنا في القرن ال21، من حق افهمك وحق تكون فاهم. يلا بينا. القصه باختصار ان في برنامج اسمه شارك تانك. البرنامج ده معمول في كذا بلد، وهو الهدف منه ان هو بيجمع لك مجموعه من اكبر المستثمرين في البلد اللي معمول فيها البرنامج، وبيتم استضافه رجال اعمال صغيرين عندهم بعض الشركات اللي لسه بتبدا عشان يعرضوا المشاريع بتاعتهم ويقدروا يفوزوا باستثمار اي واحد من الشاركس اللي بيكونوا موجودين في البرنامج. فمن ضمن الناس اللي جت تعرض المشروع بتاعها في شارك تانك النسخه المصريه هو المهندس حازم الطواب صاحب مشروع ريناي. عشان تكون فاهم باختصار البرزنتيشن اللي بيتم عن طريق صاحب المشروع قدام الشاركس، لازم في البرزنتيشن ده يتكلم عن معظم الجوانب اللي بتضم المشروع بتاعه، زي نوع المشروع والسيرفيسز اللي بيقدمها او البرودكتس اللي بيقدمها، وزي قيمه المنتج او السيرفيس اللي هو بيقدمها وايه الفرق ما بينها وما بين المنافسين. وطبعا بيبقى فيه جزء خاص بالماليات بتاعت الشركه وقيمه الشركه وهي بتسوى قد ايه فلوس. باشمهندس حازم الطواب بدا البرزنتيشن بتاعته بدايه عاديه جدا وما كانش فيها اي اختلاف، وهو بيشرح المشروع بتاعه بدات تتوجه له بعض الاسئله من الشاركس، وتقريبا اهم سؤال اتسال له واللي كان الفيصل اللي وضح اسوأ حاجه هو عملها في الحلقه دي، عايزك تركز معايا كده في الدقيقه 5 و16 ثانيه بالظبط. اوريدي طالبين حاليا بي او سي على 3 ليفلز، واوريدي بنعمل لكم سيستم. قولي بقى انت عندكم بتعمل سيستم لنا اخر، واحنا احسن او الطف من وجهه تكنيكال تيم عندكم، وعشان كده داخلين بي او سي معاكم. قال لها حاجه غريبه جدا وملهاش اصلا اي علاقه بالسياق بتاع الموضوع. قال لها انتوا اوريدي عندكم سيستم تاني شغالين عليه، ولكن احنا احسن والطف منه. عايزك بقى تركز لي من اول الدقيقه 14 و20 ثانيه بالظبط. بتتحكم، ده شيء بسيط قوي، ده شيء يعني يعمله الشباب لسه متخرجين يعني. عايزك تركز على البادي لانجوج بتاعته وهو بيقول الجمله دي، لان من هنا بدات تحصل اسوأ حاجه تتعمل من رجل اعمال في الدنيا كلها. بدا عند دكتور حازم يحصل خلط ما بين الثقه وما بين الغرور، وهو بيقول جمله ان التكنولوجيا دي يعملوها الشباب الصغيرين اللي لسه متخرج، وهو اصلا مش باين عليه ان هو حد مثلا متخرج بقاله 15 سنه ولا حاجه. فالبادي لانجوج مع التون بتاعت صوته بينت قد ايه ان هو بدا يدخل في حته الغرور. واكتر حاجه غلط هو عملها قبل ما يبدا البرزنتيشن بتاعه ان هو عمل فالويشن غلط للشركه بتاعته، واللي الشاركس خدوها كمبرر ان هم يخرجوا من المشروع ده. فالويشن ده هو فكره ان انت بتقيم الشركه بتاعتك بفلوس قد ايه، يعني انت شركتك بكام، واللي على اساس قيمه الشركه دي انت مثلا هتقول لي هات 10 مليون وانا هديك 50%. فانا لو اديتك 10 مليون بمقابل 50% من الشركه، فقيمه الشركه بتساوي 20 مليون، لان 50% بتساوي 10 مليون. فهو الطلب بتاعه كان طالب 15 مليون لقيمه 10%، يعني هو عمل فالويشن للشركه بتاعته بقيمه 150 مليون، وده رقم كبير جدا جدا على البروفيت وعلى الريفينيو اللي هو بيحققه كل سنه. حتى هو اتقال له من كذا حد من الشاركس ان هو تقريبا عامل فالويشن اعلى من الفالويشن الحقيقي ب9 مرات. فهو فشل في حته ان هو ما قدرش يقيم الشركه بتاعته تقييم صح في الوقت الحالي. انا معاك ان اي حد فينا لو عنده شركه هيقيمها بمليار جنيه وهيقول لك ان انا بعد 5 سنين هحقق مبيعات ما حصلتش. انا معاك، ولكن احنا مش بنتكلم على المستقبل، احنا بنتكلم في الوقت الحالي. انت مقيم شركتك بناء على ايه؟ بناء على ايه جاي تقول لي قيمه الشركه بتاعتي اعلى من الحاجه الحقيقيه بتاعتها ب9 مرات؟ لو جيت بصيت على الهدف الاساسي اللي دكتور حازم كان عايزه من وجوده مع الشاركس في اليوم ده، هتلاقي ان الراجل هو كان محتاج مستثمر معاه، ولكن الأعلى من الفلوس أو الحاجة الأهم من الفلوس اللي هو كان محتاجها إن هو محتاج حد يسهل له الشغل بتاعه ويسهل له عمليه المبيعات ويسهل له الماركتنج والكلام الكتير ده. فده السبب اللي معظم رجال الاعمال او معظم اللي عندهم شركات بيروحوا للشاركس بسبب قوه اسم الشارك في السوق. فخلينا متفقين ان هو داخل وعايز حد من الشاركس يكون معاه، فانت تتفق او تختلف معاهم. خلينا نقول ان النجاح بالنسبه لدكتور حازم ان كان حد من الشاركس كان يدخل معاه، وده للاسف ما حصلش. يمكن هو اللي رفض العرض اللي اتقدم له من شارك من ضمن الشاركس اللي كانوا موجودين، ولكن لان الشارك اصلا قدم له عرض اقل بكتير جدا من اللي هو كان
بيطالبه. وانا من وجهه نظري في شويه اخطاء باشمهندس حازم عملها، وهي اللي خلت يتعمل عليه ضجه كبيره، وهي اللي خلت ان هو يطلع من الشارك تانك من غير ما ياخد اي اوفر. اول حاجه، لو انت بتتكلم عن المشروع بتاعك قدام مستثمر او قدام عميل، فانت اول حاجه لازم تكون فاهم المشروع بتاعك، فاهم كل البروسيس اللي بتتم في المشروع بتاعك حتى لو انت مش بتعملها كلها بنفسك، وعارف المشروع حاجه وفاهم المشروع حاجه ثانيه. ولكن باشمهندس حازم كان فاهم المشروع بتاعه جدا جدا، لكن ما قدرش يوصل الافكار بتاعه المشروع بتاعه لكل الشاركس، عشان كده كذا حد ساله ان هو مش فاهم المشروع. تاني حاجه من وجهه نظري، واللي هي كانت من اكبر الحاجات اللي خلت باشمهندس حازم ما يفوزش باي اوفر، هي انه ما كانش محدد الفاليو بروبوزيشن للشركه بتاعته قبل ما يعرض البرزنتيشن. وعشان اوضح لك يعني ايه الفاليو بروبوزيشن، وهي الحاجه اللي انت بتتميز بيها دونا عن كل المنافسين اللي حواليك. يعني لو انت عندك شركه شوكولاته وانا عندي شركه شوكولاته، انت بتقدم شوكولاته طعمها حلو وانا بقدم شوكولاته طعمها حلو، وانت بتقدم شوكولاته ب5 جنيه وانا بقدم برضه شوكولاته ب5 جنيه، ولكن انت فاتح قبلي ب 20 سنه وانا لسه ببدا جديد. فعشان اقدر انافسك وانجح واكبر لازم يكون عندي حاجه اسمها الفاليو بروبوزيشن، او الحاجه اللي عندي ومش عندك. تقريبا دكتور حازم وهو بيعرض المشروع بتاعه ما كانش محدد الفاليو بروبوزيشن، عشان كده اتسال اكتر من مره ايه الحاجه اللي بتميزك دونا عن المنافسين اللي حواليك، فرد عليه محمد فاروق قال له التكنولوجيا اوريدي موجوده. وفي الاخر طلع الفاليو بروبوزيشن بتاعه هو مجرد السبسكريبشن او السعر، ودي حاجه ما بتكونش قويه قوي في البيزنس، فكره ان انت السعر بتاعك بيكون قليل لان ده بينعكس اوريدي على الريفينيو والبروفيت والحاجات دي كلها. ففكره ان انت يكون عندك فاليو بروبوزيشن وتكون انت عارفها، دي الحاجه اللي هتخليك تقنع المستثمر او العميل ان هو يشتري البرودكت بتاعك او السيرفيس بتاعتك او انه يستثمر فيها. ثالث حاجه مهمه جدا وهي انك تكون دارس المنافسين كويس جدا. برضه لما اتسال على حته انت ايه اللي بيميزك عن المنافسين، هو ما كانش عارف اصلا المنافسين بيقدموا ايه. يعني هو ما جابش منافس معين بعينه وبدا يعرض البرودكت والسيرفيس اللي هو بيقدمها ويقارنها بالبرودكتس او السيرفيسز اللي هو بيقدمها او اللي باشمهندس حازم بيقدمها، وبعد المقارنه دي يطلع حاجات احسن عنده دونا عن المنافس اللي هو قال اسمه، لان هو ما كانش عامل دراسه قويه للمنافسين اللي حواليه واللي بيقدموا نفس الحاجه اللي هو بيقدمها. رابع حاجه هي فكره انك تكون عارف تقرا الارقام، والاهم من انك تكون عارف انك تقرا الارقام هو انك تكون محترم الارقام. يعني انت ما ينفعش يكون عندك شركه وتقيمها ب9 مرات اعلى بالنسبه للارقام طبعا وتروح تقول لي انا هفوز بمستثمر، فدي حاجه doesn't make sense، عمرها ما هتحصل. فانت لازم تكون عارف تقرا الارقام وتقيم شركتك بالشكل الصح، وتقدر تحط تخطيط مالي يخليك قادر تزود الدخل بتاع الشركه سنه ورا الثانيه. خامس حاجه واللي هي اكتر حاجه باشمهندس حازم عمل عكسها عشان كده معظم الشاركس خرجوا، وهي انك تكون مفرق ما بين الثقه وما بين الغرور. انا معاك انك لازم تكون واثق من نفسك وانت بتتكلم، خصوصا في عالم البيزنس، وكمان اللي هيديك الثقه دي هي كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها، فكره انك تكون عارف قيمه الشركه بتاعتك وعارف الفاليو بروبوزيشن بتاعك ودارس المنافسين دراسه كويسه، وتكون عامل فالويشن صح، وتكون عامل قارئ الارقام بتاعتك صح. كل الحاجات دي هتديك ثقه كبيره وانت بتتكلم عن المشروع بتاعك. ولكن في لحظه لو تحولت الثقه لغرور، الموضوع هينعكس عليك بالسلب، ودي اكتر حاجه غلط حصلت من باشمهندس حازم واللي خلت كل الشاركس ينسحبوا من فكره ان هم يدوا له اوفر. وتقريبا ما اعتقدش ان في حد فيهم زعلان ان هو ما ادالوش اوفر، حتى بعد ما اتفرجوا على الحلقه بنفسهم ما فيش حد فيهم متضايق ان هو ما قدمش اوفر لباشمهندس حازم. وزي ما بقول لك ممكن تكون انت متفق معاه او مختلف، دي حاجه ترجع لك من وجهه نظرك، ولكن انا وجهه نظري انك لازم تكون محترم الشخص اللي قدامك، والبادي لانجوج بتاعتك محترمه الشخص اللي قدامك عشان تقدر تحقق الهدف اللي انت اصلا بدات الحلقه عشانه او ان انت رحت عشانه. فباشمهندس حازم لو كان فرق ما بين حته ان هو بيتشالنج الشاركس وما بين ان هو بيعرض المشروع بتاعه عشان يفوز بفرصه استثماريه، اعتقد ان هو كان ممكن يجي له اوفر وكان يطلع بشكل افضل من كده. ولكن البادي لانجوج بتاعته كان فيها تحدي كبير جدا لكل الشاركس اللي قاعدين، وده انعكس بعدم يعني احترام كبير للناس اللي قاعده حتى لو انت مختلف معاهم. ولكن طبقا لكتاب كيف تأثر على الاخرين وتكتسب الاصدقاء للكاتب ديل كارنيجي، واللي كان بيتكلم عن العلاقات وطريقه الكلام ما بينك وما بين الناس، وبدات توجه لي اتهامات او بدات تقلل من اي حاجه انا بعملها، انا حطيتك في خانه المهاجم، انت بتهاجمني فانا هبدا برد فعل تلقائي ان انا ادافع عن نفسي. دي بعض التريكات البسيطه اللي كنت عايز اتكلم عنها، عشان ممكن التريكات دي تفرق معاك في حاجات كتير. ممكن تفرق معاك وانت بتتكلم مع عميل لو انت شغال فريلانس، ممكن تفرق معاك جدا لو انت عندك شركه صغيره وعايزها تكبر. ولكن في الاول وفي الاخر هي اراء وهي تجارب، واتمنى ان انا اكون ضفت لك في الفيديو بتاع النهارده. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو انت مش مشترك. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.